مساء النور عليكم، اموركم هانيه. نتمنى يا ربي نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، تكونوا كاملين بخير وعلى خير. واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الطبق اللي درت لضيافي، شي حاجه رائعه، فكره نخرجوا بها على المألوف من داكشي اللي ديما كنصاوبوا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم السمان بالليمون، كيجي رائع، شهوه منه، شي حاجه مغايره، لذيذ بزاف وزوين. وغادي نشارك معكم كذلك حتى البلاصه منين تقديتو هنا في مراكش. كنقولوا طبق تقليدي رافقته بواحد التحليه تقليديه بسطيله جوهره فرديه رائعه. غادي نبداو بسم الله. هنايا عندي السمان، انا تقديت السمان من واحد لاباج هنا في فيسبوك، عندهم الفيرما هنا في مراكش. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج الملحه، سكينجبير، الخرقوم، وهنايا عندي قزبور حبوب، شويه ديال القرفه، شويه ديال البزار. عبرت كلشي بمعلقه صغيره، الا البزار درت فيه ربع معلقه. وهنا واحد الكاس عامر وغندير فيه هذا زعفران شعره، واحد المعلقه صغيره ديال السمن. وهنايا عندي واحد طماط الزعفران غير نص ديالها. الدجاج كندير ليه انايا التوابل ديالو، عندي هنايا قعقله وبسيبيسه مدقوقين شويه جوج حبات من كل حاجه. بالنسبه للسمان فراه خديت انا عندي هنا 20 حبه. غادي ندير القوام ديالي كاملين، نضيف عليهم ديك القعقله وبسيبيسه اللي مدقوقين، وغادي نضيف داك الكويس ديال الماء. غادي نحتاج الماء من بعد، هذا غادي غير نشرمل فيه هذا السمان اللي عندي. بالنسبه لهاد لاباج اللي جابوا لي السمان كيجيبوا لكم عندكم حتى للدار، كلشي تيجيبوا عندكم، عندهم قنيه، عندهم دجاج بلدي، دجاج رومي، الحمام، كلشي. وصراحه عندهم كاليتي زوينه والثمن صراحه زوين. هنايا راني درت السمن معلقه صغيره، وهنا غادي نحتاج غير نص ضامه ديال الزعفران. صافي هنا خلطوا. من الاحسن ديروا داك الزعفران اللي درنا ديروه في كاس يكون شويه المدافي باش من بعد يذوب لكم هاد السمن. المهم انا غادي ندوز السمانات ديالي كاملين، هي باش نقول لكم الا كنتم معولين ديروا للضيافين فديروا بحساب كل واحد ياخذ جوج حبات، كل واحد ياخذ جوج حبات يلا كيشبعوا. صراحه الا بتديروا شي طبق مرافق، شي سلطه قبل من الماكله وداك الشيء كيجي داك الشيء واو، ولكن ضروري حبه وحده ما كافياش نهائيا، جوج حبات هما هادو كيجيو. صافي انا كنشرملهم. انا شرملت هاد الشيء بالليل، غسلتهم بعدا هو الاول نشفوا مزيان، هي اللي درت فيهم الشرموله وخليتهم باتوا ليله. الغد خليتهم في الثلاجه، عرفتي واحد الريحه طالعه ما نعاودش لكم، ريحه غزاله فيهم، عرفتي ريحه ديك الشرموله ديالهم يا سلام. هنايا غادي نحتاج تقريبا واحد بصله كبيره، تكون بصله كبيره، وغادي ندوزوها في هذا الهشوار تكون رقيقه بزاف. غادي نفرشها هكا في الكاميله ديالي ونحط فيها دوك الحبيبات اللي عندي كاملين ديال السمان. ما كيجيش الوقت في الطياب باش عجبني، جابوه ليا صغير، ما شدليش الوقت في الطياب نهائيا، وجه بنين. اهم حاجه انه بنين وفكره هكذا مغايره للضياف نديروها عوض داك اللحم البرقوق ولا الدجاج محمر ثاني. المهم هذوك عندهم لو شارم ديالهم، ولكن حتى هذا كيجي رائع وزوين. ممكن ديروه دابا تقداو صراحه، ديروه تشهيوه في رمضان طويجين هكا بالبصله والزبيب، عرفتي راه يا سلام. ولا كذلك في الكوكوط كيجي رائع. هنا صافي درت البصله اللي بقات ليا ودرت ديك لميها اللي فيها دوك القوام درتها فوق منه. غنزيد تقريبا هي واحد الكاس ديال الماء، وزدت هنايا تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وكاس صغير، كاس بالعبار ديال اتاي درتو ديال الزيت مخلطه ما بين البلديه والروميه، وواحد الربيطه ديال الربيع مقبط. كيف قلت لكم راني درت التعويضات ديال القرفه. صافي هنا غادي نخليه يتشحر واحد شويه، الماء غير رويو
انا تقريبا المهم اللي يوصل لكم الماء لهاد السمانات ماشي يغطيهم، غير يوصل لهم شويه صافي. عافيه مهيله ونخليه يطيب على خاطره. عرفتي راه كيجي رائع شهوه منه. كيف قلت لكم عافيه مهيله، ضروري معافيه مهيله في الطياب الا بغيتو يجي زوين. هنا راه دخل الطياب مزيان، دخل معاه غادي نضيف ليه واحد الكاس صغير ديال الليمون. عرفتي واحد المذاق ما عرفتش، مغاير على داكشي اللي كنديروه دائما، مغاير وكيجي بنين بزاف. ان شاء الله تجربوه في رمضان عشيوه هكا بالعائله تفرحوا بهم. هنا صافي راه طاب، غادي نديه لواحد الصينيه ديال الفران وغادي نحطو فيها ونخليه حتى كان ينشف. انا مني حطيتهم صفيتهم كاملين في الصينيه، غطيته وخليته حتى كان بغيت نحمروه. هي ديك الساعات دهنته بالزبده. هنايا بالنسبه للمرق اللي بقى غادي نصفيه حتى هذيك البصله ما غتبقاش ليا هكاك مش باينه. غادي تدوز في الصفايه كاملها، ومن بعد غادي نخليها باش تعقد ليا المرقه. هانتوما راني دوزتها في الصفايه تمشات هذيك البصله كاملها كلها غتنزل، وغادي نديرها فوق العافيه ونزيد واحد المعلقه صغيره ديال العسل ونبقى معها حتى تضغمر وتوقف وتولي ماغون، تولي ديك المريقه هكا زويونه. ودابا غادي ندوز للسمان باش كديروا هذيك الميكه كتغطيوه بها كيرجع ليه داك الصهد وما كيتقروش. هنا غادي ندوز وغادي نجيب الزبده. انا هنا ذوبت الزبده وغادي ندهن هذوك السمانات كاملين وندخلهم ديك الساعات الفران كيتحمروا على الجهه الاولانيه، نخرجهم نقلبهم على الجهه الثانيه، ندهنهم بالزبده، وديك الساعات راه غادي يكونوا واجدين. ما تخليوهمش تاني تيتحمروا بزاف، حنا بينهم غير ياخذوا اللوين وصافي. هنايا انا عمرت التمر بالعقده ديال اللوز ودرت بيض السمان وشويه ديال المشماش واللوز مقلي. هنايا هذا باش زعما باش مرافق زوين هكا تا هو تيكون. هنا كيف شفتوا راني قلبتهم على الجهه الثانيه باش يتحمروا ويشدوا اللوين هكا غير مديهب تيكون زويون. ايوا دابا غادي نحط معكم طبق الصراحه زوين بزاف، عييت ما نشكر فيه وكيبانوا لكم صغيورين وني راه رائعين وبنان بزاف. فيهم هذاك السدير هكا ديك اللحمه فيه كتكال، المهم شي حاجه زوينه. غير كيف قلت لكم ضروري من 2 حبات للواحد، الا كنتو سخيين زيدوا كتر، من 2 حبات مزيانين مع شي حاجه اخرى تاني، شي سلطه ولا شي حاجه كيجي زوين. صافي دابا غادي نبدا نكب هذيك المريقه واقفه عاقده، عرفتي على مزويناتها ما تكونش تاني كثيره باش الانسان هكا يغمس غير شويه وصافي. بحال هادشي ما تيبيش المرقه بزاف، تيبغي غير شويه. ان شاء الله تجربوا هذا الاقتراح، جربوا ان شاء الله. رمضان راه جاي هكذا ولا في العيد ان شاء الله، المهم كيجي رائع بنين بزاف. غادي نشارك معكم كذلك ان شاء الله بسطيله جوهره باش رافقتو شي حاجه ما نعاودش لكم رائعه. ما تنساونيش من لي كومونتير ديالكم، تشجيعات كنتمنى تشجعوني والتحقوا بالقناه. السلام عليكم.